السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم الطاجين بالكبدة الغنمي اللي كتجي خطيرة. شوفوا معايا التعليكة والختارة هاد الطاجين، المذاق روعة، ما نقولكمش الا جربتوه ما غتندموش. غيولي عندكم معتاد، هاد الطريقة هذا تولي عندكم معتادة. شوفوا معايا كيفاش كيجي. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ونبداو على بركة الله. غادي نشعل البوطه وغادي ننزل عليها الطاجين ديالنا وغادي نعمل زويته. بالنسبه للزيت تقدروا تعملوا الروميه ولا البلديه ولا تخلطوها، داكشي اللي كتفضلوا او متوفر عندكم. انا استعملت الروميه، وعندي هنايا بصله عفوا بصله والفلفله حمراء والفلفله خضراء والثومه. بصله واحده مكموله مشلضه ونص فلفله خضراء وفلفله حمراء مكموله مشلضين، كلشي مشلض، وثلاثه الفصوص ديال الثومه. كلشي مشلض كنعملهم على ديك الزيت وكنغطيهم شويه على ما يطلقوا بحال اللي كتشوفوا. خليهم يتشحروا شويه حتى كتطلق ديك الخضيره كامله كتطلق. صافي كنبقاو نحركوها هايده باش ما تحرقناش، مره مره نبقاو نحركوها. صافي عندي نص كيلو ديال الكبده الغنمي بحال اللي سبق لي قلت لكم. غسلتها مقطعه على الشكل ديال البينتيتوس او الشوا على هذا الشكل هذا. وكنزيدوا عليها التوابل اللي هي كتاره او ملعقه ديال الخرقوم، كتاره صغيره الكيمون، وكتاره صغيره ما عمراش قول نص كتاره ديال الابزار، وزيدوا كتاره ديال السكنجبير. انا ما بانتش هنايا، وحتى الربيع زيدته، وكتاره ديال الفلفله حمراء او البابريكا، والمليحه على حسب الذوق. وكنخلطوا الكل مع بعضياته، كنخليوه يتشحر مزيان، كنخلطوه بعدا مزيان حتى كندخلوا ديك التوابل، كيندمج كلشي التوابل مع ديك الكبيده ومع داك الخضيره. كندخلوا مزيان ديك التوابل مع الكبده وكنخليوه وكنغطيوه وكنخليوه يتشحر او يتعرق مزيان. كنعملوا لهاد الكوتشاره هكا دائما الطاجين باش ما كيفيدش. صافي شوفوا من بعد ما تشحر، شفتوا انا هنايا زدت لا الربيع لحقاش ما بانش، وصافي ديك المقطع. وهنايا زدت لا نص حامضه او ليمونه معصره باش كتحيد لا ديك الزفوريه ديال الكبده. وهنايا عندي 6 ديال المطيشات محكوكين، محايده لهم الماء وحكاهم وصافي. وكنخلط كل مع بعضياته مزيان باش يندمج الكل مع بعضياته، ديك مطيشه مع ديك الكبيده مع ديك الخضيره ومع ديك التوابل على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. صافي ديك الساعه ما كنخلطوا كلشي مع بعضياته. كنعمل كوتشاره بحال اللي كنت قلت لكم باش ما كيفيدش، وكنغطيو الطاجين ديالنا. ومره مره كنت كنطلل عليه باش ما يتحرق ليش. شفتوا هنايا باقي ما طابليش، المهم باقي راه فيها مريقه. انا ما عملتلاش ما مرقتش، غير ديك الخضيره مع ديك مطيشه بحال اللي كنعرفوا كطلق الماء، كلشي طلق الماء ديالو بلا ما تمرقوه ما حتى حاجه. صافي عاود خليته رجعته شويه يطيب، وبحال اللي كتشوفوا عملت له كوتشاره باش ما كيفيدليش. وصافي وكنخليه يطيب، كنقاس عليه البوطه باش ما يتحرقش وكنخليه يطيب. وهنايا من بعد ما طابلي غادي نحركو شويه. هنا صافي راه وجد بحال اللي كتشوفوا، غادي نحركو غير شويه. وغادي نزيد عليه شويه الزيتون، غنزيد عليه شويه الزيتون. ها هو الشكل ديالو بعدا كيفاش كيجي ماشي ما كيجيش ناشف وما كيجيش عاوتاني فيه المرقه بزاف، كيجي بين وبين. وكنزيد عليه هيدايا الزيتون مقطع، داك الزيتون اللي عندكم متوفر عملوه، داكشي اللي متوفر عندكم. وغنزيد عليه شويه ديال الربيع. كان انا الربيع عملت النص في الاول اللي تعرق مع الخضيره ومع الكبيده ومع مطيشه، والنص الاخر دابا عملته باش نزين به، وحتى كيعطي واحد النسيمه ما كيكونش طايب، كيطلق النسمه احسن وكيطلق اللذه احسن. وواحد الطريف ديال الحامض مصير او الليمون مصير، هذا الطريف اللي بقى لي عملته. نتوما عملوا له الليمون مصير
وواحد الفليفله حمراء هيدا بحال اللي كتشوفوا زينت بها حتى هي، وهذا هو الشكل ديالو النهائي. وبالصحه والراحه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالتشجيعات ديالكم اللي كتفرحنا وكتزيد وكتشجعنا نزيدو للقدام. وكنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه ديالكم. وكيكون حتى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. ودمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.